ثلاث مباريات حكم فار ومباراتين حكم رابع هذا الموسم. 3 مباريات حكم فار، مباراتين حكم رابع، ومباراة واحدة حكم ساحة. ما زلنا ننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول، ونوروز بزي التقليدي الأحمر والأسود وبالزي الأصفر التقليدي دهوك، وننتظر بداية أحداث هذه المباراة. ما زلنا ننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول. عصام فاضل حكما لهذه المباراة. إذن تنطلق أحداث شوط المباراة الأول. نوروز على يسار الشاشة ودهوك على يمين الشاشة في دربي شمالي كبير. نتمنى أن نتمتع بالمتعة والإثارة في هذا الدربي. كرة ملعوبة إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نوروز. محمد رضا وكرة عالية إلى الخارج إلى ركلة ركنية لمصلحة نوروز. ركنية، أول ركنية في ملعب المباراة لمصلحة نوروز. جمهور كبير امتلأت فيه مدرجات الملعب، إلى جانب تواجد جمهور كبير من جمهور دهوك. ركنية الآن تلعب الركنية عالية، محاولة بالرأس مقطوعة من دفاعات دهوك. مرة أخرى محاولة تنقطع لمصلحة نادي نوروز، وكرة مقطوعة إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. يوسف بايز على التنفيذ. زجبي اليوم كظهير أيسر بدلا من بيار أبو بكر. كرة مقطوعة، محاولة وكرة تنقطع من جديد لمصلحة نادي دهوك. رمية جانبية لدهوك. رمية جانبية على التنفيذ يوسف بايز. من جديد مقطوعة الكرة. رمية جانبية أخرى. هذا هو عبد الغني شهد، أول مدرب من المدربين المقالين يقود فريق ثاني بعد الزورة. عندنا 7 مدربين أقيلوا هذا الموسم، والمدرب الوحيد من بين ال7 عبد الغني شهد عاد ليقود فريق آخر. فريق نادي نوروز فاز على الكهرباء 3-2، فاز على نفط ميسان 2-1، وخسر من الشرطة 3-2، ومن زاخو ب4 أهداف. خسر من نفط ميسان 2-1 أيضا، 3 هزائم مقابل فوز 1. محاولة الآن، كرة مقطوعة وسط الملعب، تعود الكرة لمصلحة نادي نوروز، بينما فريق نادي دهوك في بداية غير متوقعة هذا الموسم. مدربين قادوا الفريق، سليمان رمضان خسر من القرمة بهدف، خسر من الشرطة بهدفين، خسر من الكرك 2-3، ومن الطلبة بهدفين مقابل هدف 1. كرة ملعوبة طويلة ترتد، كرة تلعب من جديد، محاولة مقطوعة لمصلحة نادي دهوك. طويلة الكرة تلعب، باشنك أقرب للكرة، تنقطع من دفاعات نادي نوروز. محاولة من جديد وسط الملعب، كرة مقطوعة.
ومرة أخرى تبعد الكرة إلى رمية جانبية، تنقطع من اللاعب سعد ناطق إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي كرة عالية، تقي فلاح، ترتد الكرة، مروان يحاول، عادت الكرة، تبعد الكرة من جديد، محاولة لمصلحة نادي نوروز محمد رضا، وهناك خطأ وصافرة من حكم اللقاء تشير إلى خطأ لمصلحة نادي دهوك. شوف المباراة واضحة من البداية مغلقة، يعني ضاغط لاعب على حامل الكرة، تضييق مساحات واضح. الحكم يهدي سعد، يسعى نادي دهوك بقيادة عبد الغني شهد لتحقيق أول فوز إلى كرة وسط الملعب، ملعوبة الكرة تعود إلى ليو كوستا، مرة أخرى عادت إلى ليو كوستا، ليو كوستا يحاول، ليو كوستا يحاول، محاولة من جديد، كرة مقطوعة على خارج الملعب وترتطم بليو كوستا إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. تقي فلاح على التنفيذ، ليو كوستا البرازيلي، هذا هو ليو كوستا اللاعب البرازيلي في تشكيلة فريق نادي دهوك. رمية جانبية على التنفيذ، تقي فلاح القادم من الأمانة لعب لنفط الوسط للكرخ أيضا على التنفيذ، كرة عادت قريبة، تعود مرة أخرى، محاولة من مرتضى هديب، تعود الكرة طويلة، ومرة أخرى تعود إلى علي ياسين، علي ياسين اللي سجل هدف في مرماه في لقاء الافتتاحي امام القرمة. كرة تنقطع وسط الملعب لمصلحة نادي نوروز، هارون احمد من المنتصف، روى يوسف يلعب كرة طويلة تعود الى علي ياسين، علي ياسين يتمكن من الكرة، علي ياسين هذا غايتان لاورا اللاعب المميز، سجل في شباك الكهرباء والشرطة. كرة عادت من يوسف بايز، خادم رسول سعد ناطق، محاولة وسط الملعب، كرة عادت إلى ليو كوستا، مقطوعة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. بيتر غورغيس، بيتر يحاول، تنقطع من أمامه، الكرة ارتدت لمصلحة فريق نادي نوروز وسط الملعب، محاولة الآن غايتان ولكن أقرب إلها زاكري، تنقطع من جديد، تحويلة كرة خطيرة مقطوعة بالرأس، ومرة أخرى تبعد من بيتر غورغيس، عادت الكرة من جديد بالرأس مقطوعة، الكرة من صلاح حسن، تعود الكرة من جديد، زاكري بالمنتصف، عادت من منتظر محمد، تعود إلى يوسف، تعود إلى باشنج وسط الملعب، باشنج يعيد الكرة إلى هارون أحمد، هارون يلعبها إلى ليو كوستا، ولكن وين؟ إلى الخارج، مرت إلى رمية جانبية من سيامند عقيد، إلى رمية جانبية. داليبور سافيتيتش يساعد ياسين أرار، وهذا عبد الغني شهد في أول مباراة إلى مع نادي دهوك، قاد زاخو، قاد دهوك من الأندية الشمالية. تقي فلاح على التنفيذ، رمية جانبية لمصلحة نوروز، تلعب رمية جانبية بالرأس ملعوبة، محاولة مقطوعة من مروان، حلوة ملعوبة الآن، هجمة لمصلحة نادي نوروز، كرة عرضية تلعب الآن مروان، وكرة يردها حارس المرمى ويبعدها المدافع يوسف بايز إلى الخارج. كرة حلوة من مروان تمكن منها علي ياسين وأبعدها يوسف بايز إلى خارج الملعب أمام هذا التشجيع المثالي الموجود، جمهور كبير، ومروان كاد أن يسجل أول الأهداف، وكرة أبعدها يوسف بايز إلى الخارج. ركنية ثانية تلعب الكرة من محمد رضا، وتنضرب الكرة بظهر اللاعب مروان حسين، عادت الكرة من جديد تعود إلى محمد دلاور، ولكن مرت إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. كرة طويلة طالت على محمد دلاور، يتركها سيامند عقيد إلى رمية جانبية، إلى ركلة مرمى لمصلحة دهوك، ركلة مرمى لمصلحة دهوك.
مروان 17 هدف الموسم الماضي، يبحث عن أول أهدافه هذا الموسم. علي ياسين على التنفيذ، ركلة مرمى لمصلحة الهوغ. علي ياسين يلعب الكرة طويلة عالية بالرأس، مقطوعة من صلاح حسن الوافد من كربلاء، تعود إلى يوسف بايز. يوسف يلعب كرة طويلة، منتظر يحاول، وكرة أبعدت من تقي فلاح إلى خارج الملعب، لا رمية جانبية لمصلحة نادي هوغ. يوسف بايز على التنفيذ، ليو قصيرة مقطوعة، تبعد الكرة، محاولة من جديد إلى غايتان لاورا، غايتان لاورا من جديد، رمية جانبية لمصلحة هوغ. كرة عادت إلى لاورا، سريعة ملعوبة من صلاح حسن، ترتد الكرة إلى منتظر عبد الأمين، منتظر محمد، منتظر، وكرة سهلة للحارس رضا عبد العزيز. رضا كرة إلى تقي فلاح، تقي يلعب الكرة، مرتضى هديب، تقي سريع الكرة بالمنتصف، مروان، لاورا يحاول، وحكم اللقاء يشير إلى مبدأ إتاحة الفرصة. كرة حلوة ملعوبة لمحمد دلاور، محمد دلاور يلعب الكرة سريعة، ومرة أخرى هجمة خطيرة، وفرصة هدف أول تضيع على فريق نادي نوروز. عادت الكرة، تلعب الكرة من جديد، سريعة ملعوبة من نولان مابيمبا، ترتد الكرة من جديد إلى باشينغ، مراقبة لصيقة على باشينغ، تعود الكرة من جديد إلى مابيمبا، تعود الكرة إلى لاورا من جديد، مابيمبا مرة أخرى، محاولة، كرة مقطوعة لمصلحة نادي هوغ، تلعب الكرة إلى باشينغ وسط الملعب، باشينغ يحاول، باشينغ تأخر، باشينغ يبحث عن إسناد، كرة عادت إلى ليو كوستا يلعبها إلى بيتر غورغيس من الجهة البعيدة، يعود الكرة إلى منتظر محمد يعيد الكرة مرة أخرى إلى سعد يلعبها إلى خادم رسول، منتظر، بيتر غورغيس، منتظر مرة أخرى، سريع الكرة طالت إلى خارج الملعب على هارون أحمد إلى ركلة مرمى لمصلحة نوروز. طالت على هارون أحمد الوافد من الكرد السويدي، لعب لدهوك سابقا موسم 21-22 وموسم 20-21 مع زاخو. ركلة مرمى لنوروز، صلاح يلعب كرة طويلة، مروان، تبعد الكرة من رسول، عادت من جديد لمصلحة نوروز، محاولة مرتضى محمد، وكرة تبعد من اللاعب نولان مابيمبا، كرة مرة أخرى لا تقي فلاح، تقي يلعب الكرة إلى أوجينين، تعود الكرة إلى صلاح حسن، محاولة إلى لاورا غايتان لاورا يحاول، غايتان لاورا من جديد، كرة مقطوعة من جديد يحصلها لاورا، ترتطم، تعود الكرة عند اللاعب مابيمبا، تعود الكرة إلى محمد دلاور وسط الملعب، مابيمبا سريع الكرة، تقي سدد من بعيد إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الهوغ. ركلة مرمى لمصلحة الهوغ. جماهير تؤازر فريق نوروز في ملعبه، أول مباراة لنوروز في ملعبه هذا الموسم بعد أن خاض مباراة واحدة على ملعب دهوك وثلاث مباريات خارج أرضه
كرة عادت عند اللاعب خادم رسول، تذهب الكرة إلى زاكري يلعب الكرة بينية، ترتد من الدفاع وقصيرة وتبعد. محمد دلاور وسط الملعب، كرة عادت إلى ليو كوستا من جديد، كرة إلى بيتر غورغيس، تبعد من محمد رضا إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. محمد رضا الوافد من الزوراء، سيابند عقيد منتظر، ليو منتظر، سيابند أو بيتر غورغيس، ليو منتظر، بينية إلى بيتر غورغيس، منتظر بيتر مرة أخرى، بيتر محاولة. شوف تضييق المساحات، المراقبة اللصيقة، مباراة مغلقة نوعا ما للفريقين. رمية جانبية لمصلحة نوروز، عبد الغني شهد، والفرصة الثانية في دورينا. 15 دقيقة من عمر المواجهة، تعادل سلبي في دربي شمالي يجمع نوروز مع ضيف دهوك. تقي فلاح على التنفيذ، تقي فلاح، هناك لاعب من لاعبين نوروز يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. روى يوسف في كرة مشتركة يشكو من الإصابة، اللاعب الوافد من أربيل، لعب لأربيل لغازي الشمال، وسبق اللعب لدهوك موسم 18-19 مع أربيل، لعب 28 مباراة أساسي 6 بديل، ونال 3 بطاقات صفراء، وسجل هدف واحد وصنع هدفين. هذا هو اللاعب روى يوسف، صنع فرصتين ثمينتين وسجل هدف واحد، و 28 مباراة أساسي و6 بديل مع أربيل الموسم الماضي. رمية تماس، رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز، تقي فلاح على التنفيذ، تقي، كرة عند اللاعب جنين، بالرأس مقطوعة من سعد ناطق، محاولة عند اللاعب خادم رسول، فايز، يوسف بايز، ليو كوستا، محمد رضا، بيتر غورغيس من الجهة البعيدة. بدأ ينشط فريق دهوك أفضل بنقل الكرات، بيتر غورغيس يحاول، يحاول يلعب كرة طويلة، باشنج يحاول، كرة يهيئها لنفسه ويسدد، وحارس المرمى يتمكن منها رضا عبد العزيز. أول تهديد مباشر لدهوك على مرمى نادي نوروز، باشنج عبد الله يلعب الكرة ويتمكن منها الحارس رضا عبد العزيز. شوف بيتر غورغيس هي كرة جميلة، هيئها لنفسه باشنج ولعبها بيمينه، تمكن منها الحارس رضا عبد العزيز. هذه عادة من زاوية أخرى ما بها تسلل، وباشنج يسدد، كرة تمكن منها رضا عبد العزيز. أول تهديد مباشر وخطير على مرمى نوروز لفريق دهوك. كرة مقطوعة من خادم رسول، باشنج، هارون يحاول، هارون ضاغط عليه صلاح، وكرة مقطوعة إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. رمية جانبية لمصلحة نوروز. 18 دقيقة من عمر المواجهة، يبقى التعادل قائم في دربي الشمالي بين دهوك ومضيفة نوروز. محمد دلاور يلعب رمية جانبية بالرأس مقطوعة إلى خارج الملعب، تنقطع من ليو كوستا إلى رمية جانبية أخرى لمصلحة نوروز. تلعب الرمية جانبية بالرأس مقطوعة، تعود الكرة مرة أخرى، زاكري يلعبها، وكرة تعود إلى حارس المرمى. عندنا لاعب متعرض للإصابة، هذا هو نولان مابيمبا من الكونغو، ويبدو محمد دلاور يشكو من إصابة. 4 مواسم مع نوروز، 33 مباراة أساسي، 3 بديل،
طرد أمام الكرخ ونال 10 بطاقات صفراء الموسم الماضي. لعب لأربيل من موسم 2021 ثم انتقل لنادي نوروز. بالسلامة لمحمد دلاور المدافع اللي يتمنى له الكثير مستوى ومستقبل باهر كمدافع كظهير. زاكري بالصورة أمامنا. نهض محمد دلاور. حكم المباراة أوقف المباراة يعمل إسقاط كرة. كرة عادت. أوجينين. صلاح حسن يلعب كرة طويلة مقطوعة بالرأس من اللاعب خادم رسول. تعود الكرة لباشينغ مرة أخرى وسط الملعب. ما بيمبا يسيطر على الكرة يعيد الكرة مرة أخرى تلعب الكرة. تقي فلاح من جديد. تقي ما بيمبا بالمنتصف. طويل الكرة وعلي ياسين يتركها إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى يتركها علي ياسين. علي ياسين علي يلعب الكرة بالرأس مقطوعة. محاولة صافرة وخطأ. يوسف بايز يتعرض للعرقلة وأول بطاقة صفراء للاعب نولان ميبيمبا. أول بطاقة صفراء للاعب ميبيمبا. شارك في مباراتين أمام نفط ميسان وأمام الشرطة وهذه أول بطاقة صفراء لهذا اللاعب هذا الموسم. إذا نذكر من جديد نوروز ب3 نقاط من فوز وحيد على الكهرباء وخسر 3 مباريات. سجل 6 أهداف. عانقت شباكه 11 كرة ونقاطه 3 بالمركز الخامس عشر. بينما نادي دهوك بالمركز الأخير مركز 20 خسر 4 مباريات سجل 3 وعانقت شباكه 4 كرات. ركلة حرة لمصلحة دهوك. خادم رسول على التنفيذ. سعد ناطق. بيتر غورغيس. سيابند عقيد. سعد. خادم رسول. يوسف بايز. يوسف. خادم رسول. كرة بالمنتصف. هذا نولان ميبيمبا. كرة سريعة مرت. سعد ناطق إلى علي ياسين حارس المرمى. منتصف شوط المباراة الأول والتعادل يتواصل ما بين الفريقين بدون أهداف. كرة ملعوبة طويلة إلى زاكري. زاكري حاول. ضاقت محمد دلاور. زاكري حاول. محمد دلاور. زاكري حاول. عيد الكرة إلى الخلف. عادت الكرة إلى خادم رسول. ليو كوستا. بيتر غورغيس. كرة لسيامند عقيد تنقطع إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة دهوك. محمد رضا يشكو من إصابة. محمد رضا بالسلامة. دافع بمحمد رضا كلاعب وسط من جهة اليمين وإسناد لتقي فلاح.
كرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. ملعوبة الكرة، محاولة خطيرة، بيتر جورجيس، ترتد الكرة في وسط الملعب. نولان يحاول، وهناك صافرة وركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. ركلة حرة لمصلحة نوروز. باشنج في جدال مع مرتضى هديب. مدرب نادي نوروز. ركلة حرة الآن. أوجينين ميريزيتش. نولان أوجينين تقي فلاح. نولان بالمنتصف. محمد رضا. عادت الكرة علما إلى صلاح حسن. لاعب كربلاء اللي شاهدناه ظهير وفي آخر الموسم لعب كلاعب في عمق الدفاع، اليوم يلعب بدلا من كريستيان توسيتش. طبعا غيابات عن تشكيلة دهوك فقط اللاعب سامبو بعد أن نال البطاقة الحمراء في اللقاء السابق. كرة مقطوعة، تعود الكرة من جديد، محاولة بيتر جورجيس، تعود الكرة لليو كوستا، تمر إلى سعد ناطق، سعد يلعب الكرة طويلة، محاولة من جديد تنقطع إلى باشنج يحاول، باشنج يستحوذ على الكرة الآن، يبحث هارون أحمد يبحث عن كرة انقطعت، تعود الكرة من جديد، محاولة وكرة إلى خارج الملعب طالت على روى يوسف إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. محمد رضا، تقي فلاح، أوجينين، صلاح حسن، لورا، نولان، سريع الكرة مرت طالت على محمد رضا إلى رمية جانبية لمصلحة دهوك. توجيهات مستمرة من عبد الغني شهد والطموح بتحقيق أول فوز لدهوك بقيادته للفريق بعد 4 هزائم. كرة مقطوعة، بيتر جورجيس، كرة طويلة مقطوعة بالرأس من اللاعب أوجينين ميريزيتش، وهارون أحمد يشكو من إصابة. هارون بالسلامة هارون الموسم الماضي 16 مباراة أساسي، طرد أمام أربيل. شوف بالإعادة بيتر جورجيس وهارون تعرض للإصابة. حكم اللقاء يبعد اللاعب على بعد 10 ياردات. كرة إلى سيامند عقيد، مرت إلى يوسف بايز، رسول، سعد ناطق، سيامند عقيد، بيتر جورجيس. بيتر معظم فريق نادي دهوك على جهة اليمين. مرتضى محمد، بيتر جورجيس يحاول يمر، تعدى لاعب ومرت الكرة، وهناك راية وصفارة تسلل لمصلحة نادي نوروز. تسلل ضد بيتر جورجيس، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نوروز. شوف بالإعادة بيتر في وضع تسلل واضح، وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي نوروز. المساعد الثاني رضا عليوي. إذا ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نوروز. حارس المرمى رضا عبد العزيز على التنفيذ. رضا بالراس من سعد ناطق. باشنج، كرة مقطوعة، أوجينين، لاورا. شوف مثل ما ذكرت مباراة مغلقة، الضغط على حامل الكرة، ما مسموح لأي لاعب أن يلعب بحريته. كرة مقطوعة من اللاعب نولان،
تعود وسط الملعب، تذهب من اللاعب روى يوسف إلى محمد رضا من الجهة البعيدة. محمد، كرة تنقطع مرة أخرى، تعود من جديد مرتضى، وكثرة الأخطاء نتيجة المراقبة اللصيقة. هارون، الحكم يطلب دخول المعالج. روى يوسف أيضا. هارون بالسلامة قائد فريق دهوك، ودخول من مرتضى هديب. مرتضى هديب شوف تضييق المساحات، يعني ضغط على حامل الكرة، ومباراة مغلقة لحد الآن باستثناء الكرة الوحيدة اللي لعبها مروان والكرة الوحيدة اللي لعبها باشنج، والكرتين للحارس وتوجيهات من مدرب نادي نوروز. نهض مرتضى هديب، الحكم أوقف المباراة. هل سيعمل إسقاط كرة؟ نصف ساعة بالتمام، تعادل سلبي قائم ما بين الفريقين في دربي شمالي يجمع نوروز مع دهوك. الحكم المفروض يخرج المعالج. لعب الكرة إلى مرتضى محمد، عادت الكرة من جديد. ليو كوستا، يوسف بايز، يوسف وسط الملعب. ليو كوستا، يوسف من جد إلى زاكري. زاكري يحاول. كرة ملعوبة لبيتر غورغيس، ممكن يسدد وجول. كرة جميلة ولا أروع. أول أهداف اللاعب بيتر غورغيس هذا الموسم بكرة جميلة ولا أروع من خارج منطقة الجزاء. تعلو يسار الحارس رضا عبد العزيز وتعانق الشباك. بيتر غورغيس بالدقيقة 31 يسجل أول أهداف دهوك من كرة جميلة ولا أروع، ولا أروع. لعبها جميلة بالدقيقة 32 من عمر المباراة، يسجل بيتر غورغيس من كرة جميلة أول أهدافه هذا الموسم والهدف الأول في المباراة. كرة جميلة تمر إلى سقف المرمى على يسار الحارس رضا عبد العزيز، وأول الأهداف بيتر غورغيس اللي يسجل أول الأهداف. بيتر غورغيس اللي يسجل أول الأهداف. ثلاث مباريات لعب أساسي وخرج، لم يكمل هذه المباريات الثلاثة، وأول أهدافه شارك في 3 مباريات، لم يشارك في مباراة الشرطة، وخرج في 3 مباريات بديل. اليوم يسجل أول أهداف، والمباراة الرابعة اللي يدخل أساسي. كرة وسط الملعب، الكرة من لاورا يلعبها إلى نولان يلعب الكرة سريعة إلى محمد رضا من الجهة البعيدة. محمد رضا يلعب كرة عرضية عالية خطيرة، وخروج حاسم من علي ياسين. يتمكن من مسك الكرة. 1 دهوك لا شيء نوروز. شوف بيتر سجل هدف وأسكت عشاق وأنصار نوروز، بينما علت صيحات جماهير نادي دهوك. محاولة من جديد، هناك خطأ لمصلحة نادي نوروز، كرة ملعوبة لمحمد رضا، عادت إلى تقي فلاح، تعود إلى محمد. كرة عادت. بدينا نشوف انه يلعب تقي فلاح واوجينين بالعمق الى جانب صلاح، واندفاع محمد رضا واللاعب محمد دلاور الى الامام. كرة الى بيتر غورغيس، الى سيامند عقيد، عرضية ومقطوعة من تقي فلاح الى خارج الملعب الى ركنية.
ركنيه لمصلحة نادي الهوك. بيتر على التنفيذ. بيتر يلعب الكرة عالية، مرت بعيدة، طالت. محمد دلاور أقرب للكرة، يتمكن منها. صلاح حسن. صلاح يشتت كرة بالرأس، مقطوعة من ليو كوستا، وتعود إلى رضا عبد العزيز حارس المرمى. رضا يلعب الكرة لأوجينين. أوجينين نولان. محمد رضا. نولان بالمنتصف، طويل الكرة. علما مقطوعة من سعد ناطق، تعود كرة بالمنتصف. نولان من جديد يعيدها إلى أوجينين. أوجينين يلعب الكرة لصلاح حسن. صلاح يستحوذ على الكرة الآن. صلاح عادت إلى محمد دلاور. صلاح. محمد دلاور. شوف المراقبة اللصيقة وتضييق المساحات. كرة عادت إلى هارون يلعب الكرة إلى بيتر غورغيس. بيتر غورغيس يحاول. بيتر يتعدى واحد، يا سلام، وكرة هدف ثاني تضيع. كرة هدف ثاني تضيع على فريق دهوك بعد أن تلاعب بالمدافعين. بيتر غورغيس يتلاعب بمدافعي نوروز، والكرة تمر بمحاذاة القائم، وينجو فريق نوروز من إصابة أكيدة ومن كرة خطيرة كادت أن تكون كرة الهدف الثاني. رضا عبد العزيز يشكو من إصابة، لعب للنجف الموسم الماضي، الموسم 23-24، ولعب للديوانية. كرة مرت بسلام وأمان على مرمى نادي نوروز. لاحظ بيتر تلاعب، مر من بين المدافعين ولعب الكرة على القائم البعيد، ولكن شوف مرت وضاعت معها فرصة الهدف الثاني. ضاعت مع الكرة فرصة الهدف الثاني لفريق نادي دهوك. عشاق وأنصار دهوك يؤازرون، يبتهجون، وبالتقدم يحتفلون. بيتر صاحب الهدف الأول الجميل وأول أهدافه هذا الموسم. ركلة مرمى لمصلحة نوروز. هذا هو الهدف الجميل من مسافة حوالي 45 ياردة. كرة ولا أجمل ولا أروع، واحد من أجمل أهداف دورينا هذا الموسم. كرة إلى سقف المرمى على يسار الحارس رضا عبد العزيز. كرة اللعب. أوجيني تقف له. لاحظ يلعبون ب3 مدافعين بالعمق. أنت من تلعب ب5 مدافعين عليك أن تضيق المساحات وتحد من خطورة الفريق المقابل، لا تدع لأي فراغات للمنافس. كرة مرت إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. كرة طويلة إلى علي ياسين حارس المرمى. علي ياسين علي يلعب الكرة طويلة. مثل ما ذكرت معظم أداء لاعبي فريق دهوك على جهة بيتر غورغيس. سيابنت إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. محمد رضا. محتاجين نشوف محمد رضا لاعب ارتكاز اليوم، دافع على اليسار على الشمال، يدافع بتقي فلاح إلى العمق مع صلاح حسن وأوجيني. كرة اللعب مقطوع الكرة من جديد. خادم رسول. مرتضى. هارون. مرتضى إلى بيتر غورغيس. بيتر حاول يمر. بيتر. هارون ليو كوستا سدد من بعيد، ترتضم بمرتضى هديب، تنقطع الكرة. سيابند عقيل. ليو. يوسف بايز. زاكري.
إلى حارس المرمى علي ياسين. علي يلعب الكرة، باشينج بالرأس مقطوعة من المدافع صلاح حسن إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. رمية جانبية لدهوك، يعادل الكرة اللي تمكن منها علي ياسين. مرتضى محمد، نولان، محمد رضا، اوجيني، تقي فلاح، محمد رضا، تقي فلاح، محمد رضا. ارجع واقول الضغط على حامل الكرة هو عنوان مميز لهذه المباراة وتضييق المساحة. كرة عادل، مرتضى هدي، محمد، لاورا تنقطع من امام الكرة لهارون احمد. هارون ولاورا يسيطر على الكرة لكن طالت الى رمية جانبية لمصلحة دهوك. رمية جانبية لمصلحة دهوك. عبد الغني يطلب الهدوء، تهدئة. يوسف بايز على التنفيذ. يوسف لم يلعب إلا مباراة واحدة أمام الطلبة يوسف بايز، 90 دقيقة بالتمام. يلعب الرمية الجانبية، باشينج ترتد الكرة وكرة المن إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. يوسف من جديد على التنفيذ. زاكري، كرة مقطوعة، زاكري، مرتضى محمد، كرة عالية من أوجينين، مروان ولورا أو لاورا إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة دهوك. ثلاث دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. التقدم لدهوك بهدف بيتر غورغيس في الدقيقة 32 من عمر المباراة. أوجينين، صلاح، أوجينين مرة أخرى، أوجينين، ميريسيتش، صلاح حسن، نولان، تنقطع من نولان مرة أخرى، كرة مقطوعة، مرتضى، ليو كوستا، كرة لاسيابن، بيتر غورغيس، بيتر، وإلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. رمية جانبية لمصلحة نوروز. محمد رضا يلعب كرة طويلة، برافو يا سعد، يقطعها بشكل جميل. عادت الكرة وسط الملعب إلى نولان يلعب الكرة للاورا، لاورا يحاول وكرة سهلة لكن تبعد من خادم الرسول إلى ركني. ركنية لمصلحة نوروز. جماهير نوروز تؤازر فريقها في محاولة لإدراك التعادل. تلعب الكرة عرضية بالراس خطيرة وبرافو منتظر محمد أبعدها من أمام مروان يستحوذ على الكرة الآن. مروان يعيد الكرة إلى محمد رضا، محمد دلاور يحاول، محمد وكرة يسيطر عليها محمد ما زالت الكرة بحوزته ولكن يبدو الكرة خرجت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. آخر دقيقة من الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. منتظر سيابند، بيتر غورغيس، تغيير اللعب للجهة القريبة لزاكري،
زاكري، يوسف بايز، ليو كوستا، يوسف، منتظر، شيابنج عقيل، بيتر جورجيس، بيتر يحاول، يا سلام، يمر بيتر، عرضية ملعوبة وبالرأس مقطوعة من أوجنين وبعد الكرة من تقي فلاح، عادت إلى منتظر يلعب الكرة إلى باشنج إلى ليو يلعب الكرة إلى زاكري مسيطر على الكرة، طالت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. محمد دلاور، صلاح حسن، صلاح ستت كرة طويلة، كرة مقطوعة، 45 دقيقة انتهت. نشوف الدقائق اللي ضافها حكم المباراة، دقيقتان وقت محتسب بدل ضائع. صلاح حسن، أوجنين، ميريزيتش، تقي فلاح، مرتضى هديل، أوجنين، صلاح حسن، نولان، عادت إلى أوجنين، مرت إلى صلاح حسن، مرتضى هديف بالمنتصف، تقي فلاح، يحاولون يسحبون لاعبي دهوك إلى الأمام، محمد رضا، عادت الكرة، راوى يوسف يعيد الكرة لأوجنين، محمد دلاور، لاورا، والكرة مقطوعة من زاكري إلى رمية جانبي. آخر اللحظات، الوقت المحتسب بدل ضايع، مروان يترك إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز، محمد دلاور على التنفيذ. أعتقد في شوط المباراة الثاني راح يترك الخمسة، 3-2 يلجأ لي 4-2، ممكن أن يدفع بتقي إلى جهة اليسار ويغير مركز محمد رضا، كرة عالية بالرأس تبعد، ومرة أخرى الكرة زاكري، الكرة إلى الخارج، ومعها ممكن صافرة حكم اللقاء السيد عصام فاضل عزيز تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم نادي دهوك بهدف وحيد سجل بيتر جورجيس بالدقيقة 32 من عمر المباراة. عموما شوط مميز سريع ومباراة مغلقة بين الفريقين، استغل بيتر جورجيس فراغ وكرة من بعد 45 يارد يتمكن من خلالها أن يسجل هدف المباراة الوحيد. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء بكم وأحداث شوط المباراة الثالث.
للوسط الى محمد سادات، ضغط على محمد سادات، ممكن الان الكرخ يفعلها، ممكن مامادو، خطيره خطيره خطيره، وهدف اول، هدف اول لصالح نادي الكرخ، هدف اول لصالح نادي الكرخ. الله 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 الله، اللاعب اللي سجل ايضا في مرمى دهوك ونادي القاسم ياتي ويسجل اليوم من خلال هذه المباراة أول أهداف اللقاء. إذن الكرخ الكناري في ملعبه في هذا اللقاء، الله بذكاء وبطريقة جميلة يضعها في المقص الأيسر لمرمى فريق النفط. لاحظ العمل الكبير من اللاعب مامادو نياس اللاعب الموريتاني، وبعد ذلك هيئها ويسجل فريق نادي الكرخ أول أهدافه في هذا اللقاء. أحمد خالد هل يعدل أو محمد شاكر؟ أحمد خالد يتقدم ويسجل هدف التعادل، هدف تعادل لفريق النفط. أحمد خالد يسجل هدف التعادل لفريق النفط من ركلة جزاء، هو من صنع ركلة الجزاء أحمد خالد، وهو من سدد ركلة الجزاء أحمد خالد ليسجل على يمين حارس المرمى محمد شاكر ليعدل النتيجة لفريق النفط في مرمى الكرخ. 1-1. إذن الكرخ يتقدم أولا والنفط يعادل في نهاية الشوط الأول. هل يقلب الطاولة فريق النفط على الكرخ قبل نهاية الشوط الأول داخل منطقة الجزاء؟ ممكن الآن محمد عدنان، المحاولة تستمر، ستار ياسين يحاول أن يمر ستار، ومحمد سادات يسجل هدف ثاني. الله 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 على هدف جميل. بعد العودة إلى الفار والقرار في الأخير يأتي باحتساب هدف لفريق النفط. لاحظ الإعادة، لاحظ هذه التمريرة، الله على المرور لستار ياسين اللي هيئها لمحمد سادات. النفط عائدة إلى المدافع ياكوبو، وهدف تعادل. الله 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 على محمد خالد، الله على اللاعب المميز، الله على محمد خالد. كرة ولا أروع عن طريق اللاعب محمد خالد يدرك التعادل لفريق الكرخ. الويا كوفي، لاحظ الإعادة، غير متسلل، غير متسلل محمد كوفي، لكن مر بهذه الطريقة وقوي. الله هوب بالمباشر في المرمى ليسجل هدف التعادل لفريق الكرخ. الله على كرة جميلة من محمد خالد كوفي يسجل من خلال هدف التعادل لفريق نادي الكرخ لتصبح النتيجة 2-2 الآن. 2-2 الآن ما بين فريقي النفط والكرخ. من الحارس كميل سعد، خروج لمحمد حميد، ماذا تفعل يا محمد حميد؟ يا الله، جول 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 جول، هدف أول لنادي أربيل، خطأ لا يغتفر من محمد حميد. خروج غزبكي شيرزاد تيميروف، شوط كميل سعد هو الذي صنع الهدف، الأسيست لكميل، وتيميروف يضع كرة الهدف الأول. شوهد كميل، نعم لم يكن متسللا تيميروف، لكن خروج محمد حميد فيه أكثر من علامة استفهام، ويجب على الحارس عندما يخرج يجب أن يحسم الأمور. ماذا تفعل يا محمد حميد؟ والهوليري يتقدم على القرماوي. شاهد 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 الإعادة من أكثر من زاوية، حل من قبل علي علوان، هنا التمريرة وراسية. يا الله، أتكلم عن الحلول، أتكلم عن الحل لدى علي علوان، وبالفعل تمريرة الأردني بالمقاس بالقلم والمسطرة على رأس مؤمل في ملعب دهوك. شاهد 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 تمريرة علي علوان، يا الله على التمريرة، أتكلم عن الحلول لدى علي علوان، وبالفعل كأنه سمع صوتي، كأنه سمع كلامي، ولعب الكرة بالمقاس على مؤمل عبد الرضا الذي انسل من خلف الدفاعات الأولانية، ووضع كرة التعادل
في مرمى أربيل. الاتيميروف الخطير، اتيميروف إلى مصطفى قابيل. يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله، جول! هدف جميل ولا أروع. أي أسيست يا قابيل إلى معتز، كأنك بأربع عيون، كأن لديك كاميرا خلفية. أكيد يقبل الهدية من قابيل. أي هدية، أي هدية. مثلث الرعب الهجومي، تيميروف إلى قابيل، وقابيل إلى معتز، ومعتز وضعها في الشباك. صعب على محمد حميد، ولامست أيوب مودن وسكنت الشباك. نعم يا قابيل، نسبة كبيرة من الهدف بصمود الرجال داخل الملعب. الإكوادوري بالأراضي العراقية، عالية الكرة، جول الأنيق، يسجل الطلاب أول الأهداف. وحبيتك لقيتك مثل الجبل شامخ، طلابي ويا عشقك جنن الناس، طلابي ويا عشقك جنن الناس. اي نعم، اي نعم، سيف رشيد يبصم على أول أهداف اللقاء بصناعة إكوادورية، بصناعة إكوادورية من داريو فابيان، يسجل من خلال هالأنيق أول أهداف اللقاء، أول أهداف اللقاء. تركيز عالي، سايمون ماسوفا وأحمد بشار ماسوفا. الله 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 الله، عندما يتكلم التاريخ، عندما تحضر العراقة. ذلك الآن النتيجة أصبحت هدفين مقابل لا شيء بالنسبة للطلب. تستمر والمصاعب إن صح التعبير على نادي دهوك. المباراة الرابعة من دون انتصار، الجولة الرابعة حتى اللحظة من دون نقاط، من اقليم كردستان حتى العاصمه بغداد من اجل التعويض وممكن هدف للتقليص. جول! حلقت صقور الجبال. نعم، حلقت صقور الجبال. لا يتأثر الصقر بالعواصف. كريم درويش، الخطة الذكية اللي لعبت بالمخالفة باللقطة الماضية، وهنا ما كذب خبر، وصل بالتوقيت المناسب وسجل كريم درويش هدف تقليص النتيجة. لم ينظر إلى المرمى، فهو يعرف طريق المرمى جيدا، وسجل هدف للتقليص. الله 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 على صقور الجبال دهوك. من جانب عبد المجيد الحسين علي، العرضية تصطدم بالزحمة الدفاعية، يفضلون الرمية أو الاحتفاظ. نعم، ممتاز يحتفظ بها، ولكنها تعاد كالعادة لفائدة الشرطة. خطيرة. الله الله الله، بسيناريو المباراة الماضية، بسيناريو القيثارة، تعزف السيمفونية، يعزف اللحن الأول بألحانهم بقيادة الموسيقار، بقيادة الفنان، بقيادة الفرعون مؤمن سليمان. الهدف الأول في الربق الأخير، أحمد يحيى هو من فك الشفرة، هو كلمة السر، هو من يلفظ كلمة الانتصار لمصلحة القيثارة. الله، بعد صمود أكثر من 93 دقيقة بمحاولات مستمرة. الله، بس حدثني على الأسيست، على التحضير، على التمرير. مشاهدينا الكرام، نعم، بصناعة بأسيست خرافي خالد من جانب محمد داود. أجمل من الهدف، وأغلى من الهدف، وأغلى من الذهب أيضا. تبقى المحاولة لزاخو، باحث ضاغط. بداية المباراة، البداية القوية بالنسبة للقبصان الحمراء. عالية ديبوتي، جول! ديبوتي أعلنها ديبوتي. أطلق العنان وأطلق الأفراح على المدرجات. ديبوتي
بكرة أولى بهدف أول، بكرة أولى بهدف أول. هذا ديبوتي، جول لأبناء الخابور. شوف أورينها بكرة عرضية عالية. الله 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 على الكرة، الله على الضربة الرأسية على يمين حارس المرمى هاني شاكر. هدف مبكر لأبناء الخابور، هدف مبكر للمستضيف، هدف مبكر للقمصان الحمراء. ديبوتي أعلنها وأبعدت الآن عن طريق محمد علي عبود. ديبوتي انطلق، ديبوتي لو مرر لشيركو خطير، خطير للثاني، خطير للثاني. الله 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 الله. جول ثاني، هدف ثاني لشيركو، هدف ثاني لأبناء الخابور. جول ثاني، سجل الثاني. أفرح أنصاره ويا سعادة على المدرجات ويا فرحة كبيرة على المدرجات. تطلق الآن بعد تسجيل الهدف الثاني عن طريق شيركو كريم. استلم الكرة وما كذب خبر، ما كذب خبر. شيركو استلمها 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 من ديبوتي، وبعد ذلك سدد الكرة ليتقدم زاخو بهدف ثاني. الحالة السليمة، هنا التسديدة، هنا الكرة في قلب المرمى، في وسط المرمى، ليتقدم زاخو بهدفين مقابل لا شيء. لاعب يتحرك في كل أرجاء الملعب. شيركو بتنفيذ مباشر. جول، جول ثالث فعلها شيركو بمساعدة المدافع، بمساعدة المدافع. هدف ثالث لأبناء الخابور، هدف ثالث لزاخو. اي نعم اي نعم اي نعم، هدف ثالث. وافرحي يا انصار زاخو، افرحي يا انصار ابناء الخابور بهذا التقدم بثلاثية في الدقيقة 44. الكرة تأتي من شيركو كريم، ابعدها حارس المرمى، ولكن اصطدت بالمدافع وعادت الى المرمى لتسكن الشباك، ليسجل الثالث، ليتقدم بالثالث. هكذا كرة القدم عندما تكون الأمور. وبالتالي كريستيان الصربي توجست من خلال هذا اللقاء. جول جول. الله 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 الله. أمجد عطوان، الله يا أمجد، الله على أمجد عطوان. مع انطلاقة الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني، مع بداية قوية، والدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني سجل أمجد عطوان هدف جميل بتسديدة رائعة، بتسديدة ولا أروع بظاهر القدم اليمنى. سجل أمجد عطوان الهدف الرابع. رباعية زاخولي. هذا هارون أحمد أو روى يوسف اللي كان بالصورة، وحكم اللقاء السيد عصام فاضل عزيز، نجد الحكم السابق فاضل عزيز. وتنطلق الآن أحداث شوط المباراة الثاني. ركلة البداية لمصلحة نادي دوك، كرة تعود إلى علي ياسين. علي ياسين يشتت كرة طويلة
حارس المرمى رضا عبد العزيز أقرب للكرة. يبدو أن الفريقين لم يجريا أي تغيير. أوجنين تقي فلاح. أوجنين مرة أخرى. نولان. لاورا. محمد دلاور. أوجنين طويلة الكرة ملعوبة. محمد رضا. محمد حركة لعب جميلة يتخلص من لاعب. كرة ملعوبة إلى روى يوسف. تنقطع الكرة. مرتضى هديب يعيد الكرة إلى محمد دلاور. محمد دلاور أو اللاعب صلاح حسن يلعبها إلى نولان. نولان. مرتضى هديب. كرة إلى محمد دلاور. لاورا. لاورا يحاول يلعب كرة عرضية خطيرة. مروان. مرت الكرة إلى محمد رضا. محمد رضا يحاول كرة خطيرة ملعوبة ومرة أخرى طالت الكرة إلى لوران. تعود الكرة إلى مرتضى هديب. مرتضى هديب يحاول وكرة أبعدت من خادم رسول إلى ركنية لمصلحة نادي نوروز. ركنية أولى في شوط المباراة الثاني لمصلحة نادي نوروز. على التنفيذ محمد رضا. محمد رضا على التنفيذ. تلعب الركنية. كرة عالية بالرأس تبعد. محمد دلاور. دائما بالركنيات محمد دلاور يكون قريب على الجهة العكسية. أوجنين. كرة تنقطع من مرتضى محمد إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. رمية جانبية لنوروز. محمد دلاور على التنفيذ. شوف الآن محمد دلاور ترك جهته وجا للجهة القريبة. زاكري يشكو من إصابة. زاكري 30 مباراة أساسي 4 بديل. نال 3 بطاقات حمراء الموسم الماضي أمام كربلاء ونفط البصرة ونوروز، و8 بطاقات صفراء. سجل هدفين في شباك الزوراء والحدود. ركنية الآن لمصلحة نوروز. ركنية لمصلحة نوروز. تقي فلاح على التنفيذ. تقي فلاح على التنفيذ. ركنية لمصلحة نادي نوروز. عالية الكرة ملعوبة خطيرة بالرأس تبعد. نولان يعيد الكرة إلى حارس المرمى رضا عبد العزيز. رضا يلعب الكرة بقدمة طويلة. سعد ناطق بالرأس. تقي فلاح يرده بكرة رأسية خادم رسول، وكرة مقطوعة على محمد دلاور. محمد دلاور يحاول. تعود الكرة من مروان إلى لاورا. لاورا يحاول. غايتان لاورا يحاول. يا سلام يتعدى لاعب يلعب كرة عرضية وخادم رسول يبعد الكرة، وما زالت الكرة خطيرة. ومرة أخرى محاولة محمد دلاور، وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي دهوك. خطأ داخل منطقة الجزاء لمصلحة نادي دهوك. عرقلة واضحة من اللاعب مرتضى هديب، اللاعب اللي كان مع الكهرباء الموسم الماضي، سبق أن لعب لنوروز وللنجف ولنفط ميسان. عرقلة واضحة. دلاور مرتضى ليو، وركلة حرة لمصلحة دهوك. علي ياسين 29 مباراة 20 هدف، كان من أكثر الحراس شباك نظيفة في 29 مباراة، في 20 مباراة شباك نظيفة الموسم الماضي. علي ياسين ركلة حرة لمصلحة الهوك. كرة طويلة. باشينج. صلاح حسن. رضا عبد العزيز بإيده يلعبها. جنين ميرسيك تلعب الكرة طويلة. محاولة مقطوعة بالرأس من سعد.
رسول، نولان، وهناك خطأ لمصلحة نوروز. مرتضى هديب، نولان، محمد دلاور، جنين، تقي فلاح، يلعب كرة طويلة، محمد رضا، طالت على محمد رضا إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. هل سيبقى دهوك على تقدمه أم سيفلح نوروز بإدراك التعادل في هذا الدربي؟ حيرة مدرب نادي نوروز داليبور سافيديش وياسين أرار المساعد. ركلة مرمى، علي ياسين يلعب الكرة طويلة بالرأس مقطوعة، لاورا يحاول تنقطع، لاورا يا سلام يا سلام، مرت الكرة مقطوعة بسلام إلى سيابند غايتان لاورا إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة دهوك، سيابند عقيد، باشينج إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. كرة سريعة لنولان، محمد دلاور، تنقطع الكرة بالمنتصف، مرتضى، هارون، عادت كرة خطيرة تبعد من تقي فلاح إلى خارج الملعب لرمية جانبية لمصلحة دهوك. رمية جانبية لمصلحة دهوك. نلعب بالدقيقة 7 من عمر شوط المباراة الثاني، دقيقة 52 وما زال دهوك يتقدم بهدف وحيد سجل بيتر غورغيس في الدقيقة 32 من عمر المباراة في هذا الدربي الشمالي. خاض مع زاخو دربي، خسر 4-0. كرة مقطوعة، زاكري، رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز، محمد دلاور على التنفيذ، صلاح حسن، تنقطع مرة أخرى من هارون، رمية جانبية جديدة لمصلحة نوروز. هدوء على المدرجات من جماهير نوروز. مروان حسين، كرة تنقطع، رسول يعيد الكرة إلى علي ياسين، علي يشتت كرة طويلة، محاولة تنقطع، سيابند، تقي فلاح بالرأس، كرة عادت إلى سيابند يشتتها عالية، كرات غير مستقرة وسط الملعب، باشينج، تعود الكرة لمحمد رضا، محمد رضا إلى حارس المرمى رضا عبد العزيز، رضا يلعب الكرة، صلاح حسن، صلاح، نولان، مرة أخرى إلى رضا عبد العزيز، كرة لا تقي فلاح، تقي، كرة طويلة، لاورا، ترتد الكرة، زاكري، وإلى خارج ملعب رمي جانبية لمصلحة دهوك. الكرة إلى رمي جانبية، يوسف بايز على التنفيذ، يوسف يلعب الكرة، أوجنين ميريزيتش يبعد الكرة إلى رمي جانبية، هناك خطأ يبدو، رمية جانبية، يوسف بايز على التنفيذ، باشينج، تبعد الكرة، محمد دلاور، كرة مشتركة، ونولان إلى خارج الملعب لرمية جانبية لمصلحة نوروز. رمية جانبية لنوروز، سريع الكرة، مروان والكرة إلى ركنية أو ركلة مرمى لمصلحة دهوك. مروان لم يفعل شيء في هذا اللقاء، مراقبة لسيقة، 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني. كرة عادت إلى سيابند عقيد، تعود إلى منتظر، بيتر غورغيس، منتظر مرة أخرى، سريع على بيتر غورغيس، بيتر يحاول، خطيرة 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 خطيرة، جول 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 جول
هدف ثاني بأقدام نفس اللاعب بيتر غورغيس. بيتر بالدقيقة 55 يسجل الهدف الثاني بخطأ دفاعي قاتل، وبيتر غورغيس يتوغل في منطقة جزاء نادي نوروز ويسجل هدف الأمان والاطمئنان. هدف أمان واطمئنان لمصلحة نادي دهوك، يسجل بيتر غورغيس ويسجل هدف الشخص الثاني في هذه المباراة. شوف خطأ دفاعي، توغل بيتر ولعب الكرة على يسار الحارس والكرة عانقت الشباك. شوف بين اثنين من المدافعين تقي وأوجنين يستغلها بيتر غورغيس ويضع الكرة على يسار رضا عبد العزيز ويعلن تقدم دهوك بهدف ثاني وهدف أمان واطمئنان لمصلحة نادي دهوك. 2 دهوك لا شيء نوروز. 2 دهوك لا شيء نوروز. ننتظر صحة الهدف. ركلة البداية لفريق نوروز، مرتضى هديب، مروان، نولان، صلاح، أوجنين، ميريسيتش. كرة عادت من اللاعب نولان، عادت مرة أخرى غايتان، لاورا، باشينج. كرة مقطوعة من رضا وإلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. رمية جانبية لمصلحة نوروز. تقي فلاح، كرة عادت إلى أوجنين، ميريزيتش، نولان، سريع على محمد دلاور. زاكري من اللاعبين اللي عندهم لياقة بدنية عالية، دائما يسند المدافع، والكرة مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. هدف ثاني أمن به فريق نادي دهوك تقدمه، وسكوت على المدرجات بالنسبة للاعبي نادي لجمهور نوروز. كرة طويلة تنقطع بالمنتصف. ليو، مرت الكرة إلى محمد رضا، روى يوسف يلعب الكرة، زاكري، نولان، باشينج، بالرأس مقطوعة من مرتضى هديب، صلاح حسن، محمد دلاور. كرة بالخطأ صعبة على أوجنين، شتتها عالية إلى رمية جانبية لمصلحة نادي دهوك. هذا هو ميريسيك. هيران أزاد في طريقة للدخول إلى جانب كلاوديو أوليفيرا، مارادونا. كرة عادت مرة أخرى، تقي فلاح، أوجنين، ميريسيتش، صلاح حسن، محمد دلاور. كرة وسط الملعب، مرتضى هديب يعيد الكرة إلى أوجنين مرة أخرى. أوجنين، كرة طويلة المن سهلة لحارس المرمى علي ياسين. كرة مرت إلى الجانب، خادم رسول، مرة أخرى إلى خادم علي ياسين. كرة إلى سيابند عقيد، سعد ناطق، طويلة من سعد، تقي فلاح. كرة ملعوبة من نولان ترتد وسط الملعب إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. رمية جانبية لمصلحة نوروز. تقي فلاح على التنفيذ. يخرج مرتضى هديب، يخرج مرتضى هديب ويدخل هيران أزاد.
وأيضا راح يدخل كلاوديو أوليفيرا مارادونا بدلا من صلاح حسن. راح يلعب 4-4 بأربعة مدافعين. أبعد صلاح حسن، هيران أزاد يدخل. بالمناسبة يعني هيران أزاد أكثر لاعب دخل بديل مع القوة الجوية الموسم الماضي، 13 مرة بديل و5 مباريات أساسي فقط. صنع فرصتين ثمينتين الموسم الماضي. يدخل الآن بديل سيابند عقيد، ليو كوستا، سعد ناطق، ميرسي، تقي فلاح الى خارج الملعب الرميه جانبيه لمصلحه نادي دهوك. بدا نادي دهوك يعتمد على الكرات الطويله. توجيهات مستمره لا تنقطع من المدرب عبد الغني شات في مشواره مع دهوك. في اول مباراه له مع دهوك لم يسجل اي فوز في الدوري العراقي بعد تعادلين مع الطلبه والقرمه وخساره من القوه الجويه. تعادل مع الطلبه والقرمه وخساره من القوه الجويه. كره عادت الى مرتضى محمد، مرتضى يحاول، تعود الكره، مرتضى يلعب الكره طويله، رضا اللي بدا يلعب كظهير ايسر، سعد ناطق، بيتر جورجيس، بيتر شفنا الشوط الاول اللعب على جهه بيتر جورجيس. مرتضى، عادت الكره، سعد ناطق، من جديد الكره، يوسف يلعبها سهله الى رضا عبد العزيز، بيده لا تقي فلاح، تقي، روى يوسف، رضا، روى مرة أخرى، محمد دلاورة من الجهة البعيدة، سريع الكرة، محاولة ولكن إلى علي ياسين حارس المرمى. علي حارس من المرمى، شتت الكرة، تقي فلاح يشتتها، كرة طالت، محاولة إلى مروان يحاول، مروان يلعبها إلى مارادونا يسدد إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة دهوك. أول تهديد من كلاوديو أوليفيرا مارادونا وكرته إلى الخارج. شوفوا بالإعادة. ومارادونا الموسم الماضي لعب 20 مباراة أساسي، 5 بديل. الموسم الثالث إلى مع نوروز طرد أمام النجف وسجل 4 أهداف، وأشر الحكام بوجه 7 بطاقات صفراء أيضا. ركلة مرمى الآن لمصلحة نادي دهوك. عالية الكرة، باشينج، خطأ الآن لمصلحة نادي دهوك. خطأ ضد محمد رضا لمصلحة نادي دهوك. ما زال دهوك يحافظ على تقدمه بهدفين مقابل لا شيء في هذا الدربي الشمالي الذي يجمع مع نوروز. كرة طويلة ملعوبة، أوجينين يقطعها، نولان، روى يوسف، روى سريع، كرة طالت على لاورا وتقعد من سعد ناطق إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. رمية جانبية لمصلحة نوروز. غايتان لاورا، روى يوسف، كرة إلى رضا، محمد رضا، عالية الكرة،
وبرافو على يوسف، أبعد الكرة إلى ركنية. علي أبعد الكرة إلى ركنية. علي يوسف أو علي ياسين شارك في 3 مباريات، القرمة والشرطة والكرخ، وطرد أمام الكرخ وغاب عن مباراة الطلبة. كرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة الهوك. خمسة 25 دقيقة تفصلنا على النهاية. شوف الكرة ملعوبة، وضعتها علي ياسين ونولان إلى خارج الملعب. هذه الكرة اللي أبعتها علي ياسين إلى ركنية. علي يلعب الكرة، كرة طويلة، محمد رضا، سعد ناطق، كرة طويلة لزاكري. زاكري يجتاز اللاعب هيران أزاد، بينه وبين هيران أزاد. كرة إلى مرتضى، ليو سيابانت، ليو مرة أخرى، ليو كوستا. كرة وخطيرة مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى لنادي نوروز. طالت على باشينج والكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة نوروز. شوف الكرة بالرأس من اللاعب ليو كوستا ومرت على باشينج. عادت الكرة، تقي فلاح، أوجنين ميريسيت، محمد دلاور، روى يوسف، تقي فلاح، أوجنين، محمد دلاور، وخطأ لمصلحة نادي نوروز. خطأ لمصلحة نوروز. هذه الخسارة الرابعة على التوالي لفريق نوروز، والفوز الأول إذا ما انتهت المباراة هذا الموسم لفريق الهوك. قد يفك النحس، 4 مباريات و4 هزائم، 4 هزائم. كرة إلى خارج الملعب إلى ركنية لمصلحة نادي نوروز. ركنية لمصلحة نادي نوروز الآن. كرة اللعب مقطوعة بالرأس من باشينج. هيران أو هارون أحمد. كرة لمصلحة نادي نوروز. نولان، روى يوسف، روى يلعبها بينية، محاولة. هيران، كرة حلوة طالت إلى مارادونا يلعب الكرة، كرة خطيرة، وزاكري بكل هدوء إلى علي ياسين، بكل ثقة وهدوء يهيئ الكرة لعلي ياسين. دخلنا الدقيقة الآن، راح ندخل الدقيقة 70 وما زال التقدم لدهوك بهدفين مقابل لا شيء، سجل عن طريق بيتر غورغيس بالدقيقتين 32 و55 من عمر المباراة. هي بها تسلل، لكن يعني المساعد ينتظر البروتوكول ينتهي. شوف رفع ايده انه يمشي اللاعب وبالتالي يرفع ايده. ركله حره غير مباشره لدهوك. كرة طويلة ملعوبة، محمد رضا، كرة مرت الى الخارج الى رمية جانبية. تغيير الآن، صديق جمال راح يدخل، صديق جمال راح يدخل، وهارون أحمد يترك الملعب. أول تغيير لدهوك مقابل تغييرين لفريق نوروز.
صديق جمال يدخل، كرة عادت بخروج اللاعب رقم 10 هارون احمد. محمد دلاور، اللاعب رقم 6 صديق جمال. كرة بالمنتصف نولان تنقطع من منتظر والحكم يشير إلى خطأ. تقف فلاح، حكم يعيد الكرة، يجب أن تكون من مكان الخطأ ومستقرة. نولان، هيران أزاد، محمد دلاور، محمد دلاور، هيران، محمد دلاور، سريع على مارادونا، مارادونا طالق عليه الكرة إلى خارج الملعب، لا رمية ركلة مرمى لمصلحة دهوك، ركلة مرمى لمصلحة دهوك. بيتر غورغيس نجم هذه المباراة سجل هدفين. علي ياسين على التنفيذ، ركلة مرمى لمصلحة دهوك. كرة طويلة، بطاقة صفراء لعلي ياسين. أول بطاقة صفراء لهذا اللاعب بعد أن نال بطاقة حمراء أمام الطلبة. سبع إقالات، هوك إقالتين، القرمة، الزوراء، النجف، نفط ميسان. كرة ملعوبة وربما سيشهد دورنا إقالات أخرى. رمية جانبية لنوروز، نولان، أوجينين، محمد دلاور، سريع الكرة، هيران أزاد، تبعد الكرة من يوسف بايز، رمية جانبية لمصلحة نوروز، محمد دلاور على التنفيذ، كرة عادت إلى أوجينين، تقي فلاح، روى يوسف، محمد دلاور، هيران أزاد، هيران أزاد، يا سلام، سدد، حلوة 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 حلوة، تخطى اللاعبين ويلعب كرة بيساره جميلة. هيران أزاد اللي تمر من فوق العارضة، شوف 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 شوف، تعدى 1 2 3 وسدد بنفس المكان اللي دخل منه بيتر غورغيس، وسدد كرته وسجل هدف، وكرة عالية إلى الخارج لكن مجهود فردي رائع، وكرة جميلة تمر من فوق العارضة لهيران أزاد. ركلة مرمى الآن لدهوك، إذا سجل محمد رضا يترك الملعب. شوف اللاعب اللي دخل، علي ياسين عنده بطاقة وعليه أن يحذر. آسو رستم يدخل، آسو رستم يدخل، عنده هدفين في شباك، 3 أهداف في شباك الكهرباء ونفط ميسان والصبح. كرة تلعب، مرت إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة دهوك. – 75 دقيقة من عمر المباراة، 2 دهوك لا شيء نوروز في دربي شمالي من دربيات الشمال. نوروز خسر الدربي الشمالي الأول أمام زاخو برباعية نظيفة. كرة مرت، محاولة وأول دربي لدهوك، تعود الكرة من جديد. محمد دلاور، أول مباراة لنوروز على أرضه وأمام جماهير هذا الموسم، خاض 3 مباريات خارج أرضه ومباراة وحيدة أمام الكهرباء في ملعب دهوك. كرة عادت إلى محمد دلاور،
تنقطع من يوسف بايز. يوسف بايز يلعب الكرة بالمنتصف، طالت الكرة لا باشنج. باشنج يحاول، باشنج يتخلص من لاعب، باشنج من جديد يمر باشنج، مر باشنج إلى زاكري. زاكري يسدد وإلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. كرة عادت تقف له، سريع الكرة، أسو تنقطع، خادم يلعب الكرة لليوكوستا. ليوكوستا يشتت الكرة، محمد دلاور يلعب الكرة، محاولة نولان يلعبها إلى مارادونا، عادت إلى محمد دلاور. مارادونا من جديد، مارادونا يحاول يمر الآن. مارادونا يلعب الكرة عرضية وبالرأس تبعد إلى ركنية لمصلحة نادي نوروز. ركنية الآن، محمد دلاور على التنفيذ، مقطوعة تعود إلى محمد، والحكم يقول العب. تلعب الكرة الآن، سريع الكرة، مرتضى محمد، كرة خطيرة، مرتضى يسدد، وين عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نوروز. فرصة ثمينة تضيع على دوك، كرة كان بإمكانه أن يتوغل بها أكثر. كرة عادت من جديد إلى هيران أزاد من الجهة القريبة، اللي انتقل للجهة القريبة. هيران أزاد، هيران عيد الكرة بالمنتصف إلى روى يوسف، روى إلى نولان إلى محمد دلاور، عادت الكرة إلى نولان. مارادونا حلوة إلى مارادونا مرة أخرى، مارادونا ممكن يحول، كرة تنقطع من الدفاع. وكرة اللعب غايتان لاورا، كان من الجهة البعيدة غايتان لاورا. كرة تنقطع مرة أخرى، روى يوسف وزاكري يبعد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. حمل شارة القيادة بعد خروج هارون أحمد. هذه الفرصة اللي ضاعت على منتظر محمد وعلى نادي دهوك، وهذه الفرصة اللي أبعدها يوسف بايز إلى ركنية. مولان، مارادونا أو مروان، تنقطع الكرة، محمد دلاور، وبرافو تنقطع من صديق جمال. عادت الكرة مقطوعة من جديد، والحكم يشير إلى وجود خطأ. الحكم يشير إلى وجود خطأ. دخلنا الدقيقة 80 من عمر المباراة، وبطاقة صفراء لمن؟ يبدو للاعب أوجنين ميريزيتش. يبدو للاعب أوجنين ميريزيتش. أوجنين شارك في جميع المباريات، عنده بطاقة صفراء أمام الشرطة، وهذه البطاقة الصفراء الثانية له. ما زال باشنج يتلقى العلاج، يحاولون أيضا في نفس الوقت يقتلون وقت، فريقهم متقدم بهدفين. توجيهات مستمرة من عبد الغني شهد،
وأول فوز يتحقق لدهوك هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد عبد الغني شهد. الخسارة الرابعة على التوالي لفريق نوروز. وبيار أبو بكر في طريقه للدخول. 9 دقائق تفصلنا على النهاية. خادم رسول مرتضى محمد، ليو، مرتضى من جديد، ليو كوستا، بيتر غورغيس. كان في شوط المباراة الأول أنشط رغم أنه سجل في شوط المباراة الثاني. كرة مرت إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. رمية جانبية لمصلحة نوروز. تقي فلاح على التنفيذ. خرج بيتر غورغيس ودخل بيار أبو بكر. تعزيز الدفاع وربما يزيد بيه كلاعب وسط. كرة عند اللاعب غايتان لاورا، بينية مقطوعة. أسو هناك حالة تسلل. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة دهوك. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة دهوك. هذا بيتر غورغيس اللي ودع المباراة صاحب الهدفين الأول والثاني. وهنا تسلل واضح ضد أسو رستم. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي دهوك. علي ياسين على التنفيذ. 2 مقابل 1 حالات التسلل. باشينج، روى يوسف، أوجينين مرشك، تقي فلاح، روى يوسف، محمد دلاور. وكرة مقطوعة من يوسف بايز إلى رمية جانبية. رمية جانبية لمصلحة نوروز. حكم المباراة الآن مباراة نظيفة، لا فار لا احتجاج. إبراهيم محمد راح يدخل. إبراهيم محمد في طريقة للدخول. تقي فلاح، سيابند عقيد إلى ركلة مرمى لمصلحة دهوك. نولان يترك الملعب ويدخل إبراهيم محمد، لاعب وسط بلاعب وسط. إبراهيم محمد ست دقائق بالتمام تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة. ركلة مرمى لمصلحة دهوك. كرة بالراس لاورا تنقطع. مارادونا قصيرة طالت على هيران أزاد تنقطع. سيابند، بيار أبو بكر بدأ يلعب كشبه بدل من بيتر غورغيس. بيار أبو بكر عودنا نشوفه ظهير أيمن ظهير أيسر. باشينج ورمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. مرتضى محمد يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله، وبطاقة صفراء علما إلى مارادونا. طبعا كلاوديو
أوليفيرا شارك في 3 مباريات أساسي، ودخل بديل في مباراة الشرطة، وأول بطاقة صفراء ينالها هذا الموسم. إعادة للكرة، بيار أبو بكر ومرتضى محمد بالسلامة إن شاء الله. ومثل ما ذكرت قد نجد تغييرات أخرى وإقالات أخرى للمدربين في دورينا في الأدوار القادمة. أربع دقائق تفصلنا على النهاية. أربيل تغلب على الشرطة أمس بهدف، القرمة تغلب على الكهرباء برباعية. الآن مباراة الجوية والغراف مقامة، وعلى مستوى مواجهات الفريقين التقى الفريقان في 6 مواجهات، 3 لنوروز 3 لدهوك، والثلاث مباريات لدهوك انتهت بفوزه بهدف واحد. 9 أهداف لنوروز 3 لنادي دهوك. كرة تلعب مقطوعة، أوجينين ميرسيك تلعب الكرة إلى لاورا، لاورا من الجهة البعيدة، لاورا يحاول، عادت الكرة، محمد دلاور بالرأس مقطوعة، تعود الكرة من جديد، مارادونا وزاكري يبعثها إلى رمي جانبية لمصلحة نادي نوروز. تقي فلاح، روى يوسف، عالية الكرة، ومروان إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. سعد ناطق يشكو من إصابة، 2.5 دقائق على نهاية المباراة، وربما سيخرج سعد ناطق. احتكاك مع صديق جمال، سعد يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. سعد يتلقى العلاج خارج الملعب، يطلب التغيير في وقت متأخر من عمر المباراة. بالسلامة إن شاء الله. جمهور نوروز يترك الملعب، جماهير نوروز تترك الملعب. الخسارة الرابعة على التوالي. علي ياسين على التنفيذ، أقل من 2 دقيقة و10 ثواني على نهاية المباراة بوقتها الرسمي. كرة اللعب، أوجينين ميرسيش بالرأس مقطوعة، ليو كوستا، كرة خلفية برافو من بيار أبو بكر. زاكري يحاول يمر، زاكري خبرة هذا اللاعب، يحاول يقتل وقت في ملعب المنافس. كرة ارتدت إلى وسط الملعب، إبراهيم محمد يلعب الكرة إلى محمد دلاور، تذهب الكرة إلى غايتان لاورا يحاول يمر، لاورا كرة تنقطع، ليو كوستا، محمد دلاور وركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. كرة أخطر من الزاوية، الآن ركلة حرة على التنفيذ. مارادونا، كلاوديو أوليفيرا، مارادونا على التنفيذ. 90 دقيقة انتهت، ممكن نشاهد 4 دقائق لا أكثر. كرة عالية خطيرة، مرت يبعدها ليو كوستا، وتسديدة من بعيد وإلى حارس المرمى علي ياسين.
تسديدة من بعيد تمر إلى علي ياسين حارس المرمى. انتهت ال90 دقيقة ونشوف الوقت اللي محتسب. وكرة برأس مروان، نشوف الكرة لعب وبرأس المدافع، شوف برأس المدافع وعلي ياسين يتمكن منها. كرة اللعب 8 دقائق يضيف الحكم، 8 دقائق يضيف حكم المباراة. على كل حال وقت طويل. باشنج يترك الملعب، زاكري يترك أيضا دخول زاكري وباشنج يتركون الملعب. كريم درويش يدخل وأحمد عادل يدخل. أحمد عادل وكريم درويش تغييرين يجريهم المدرب عبد الغني شهد. كرة إلى الخارج، رمية جانبية. محمد دلاور تنقطع. كرة اللعب ليوكوستا يحاول، قصيرة ترتد الكرة. كانت الكرة ملعوبة من صديق وصافرة، وركلة حرة لمصلحة دهوك. ركلة حرة لمصلحة دهوك. على كل حال عبد الغني شهد يحتاج هو إلى ركلة حرة. يعني يقصدون هذا اللاعب عنده بطاقة صفراء. اللاعب عنده بطاقة صفراء. شوف لاعب عنده بطاقة صفراء. وبالدقيقة 80 من عمر المباراة. على كل حال حكم هو صاحب القرار الأول والأخير. ركلة حرة لمصلحة دهوك. ركلة حرة لمصلحة دهوك. وبطاقة لمحمد دلاور. بطاقة لمحمد دلاور. بطاقة لمحمد دلاور. محمد دلاور غاب عن المباراة الأولى وشارك في المباريات الثلاثة وعنده بطاقة صفراء أمام الكهرباء، وهذه البطاقة الصفراء الثانية له. وأيضا صديق جمال بطاقة صفراء. صديق أيضا بطاقة صفراء. ركلة حرة لمصلحة نادي دهوك. تلعب الكرة برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. بطاقة صفراء أخرى لمن؟ الوقت المحتسب بدل ضيع شهد بطاقات صفراء كثيرة. المن يا عصام؟ المن البطاقة الصفراء. كرة ملعوبة، يوسف يقطعها بالرأس من أوجنين، عادت إلى أسو رستم. أسو يلعب الكرة، مارادونا سريعة من جديد من محمد دلاور إلى مارادونا، عرضية اللعب
وكرة مقطوعة من أمام مروان، ويوسف بايز يبعد الكرة إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. رمية جانبية لنوروز. 3 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة. الوقت المحتسب بدل ضايع والمباراة بأكملها إذا ما ارتأى الحكم أن يضيف وقت آخر للتوقف. محمد دلاور، مارادونا، المن إلى الخارج إلى ركلة مرمى لمصلحة دهوك. ركلة مرمى لمصلحة دهوك. جمهور دهوك فرح سعيد بهذا الفوز، وأول فوز يحقق الفريق تحت قيادة المدرب عبد الغني الشهيد. علي ياسين يلعب كرة طويلة بالرأس مقطوعة. سعد ناطق، هيران أزاد، إبراهيم محمد، روى يوسف، محمد دلاور. محمد يلعب الكرة بالرأس تنقطع. عادت الكرة من جديد. محاولة. مارادونا يسدد كرة عالية إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. هيران أزاد هي كرة جميلة. مارادونا لعبها بيسارة عالية إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي دهوك. كرة بالرأس مقطوعة. أبعدت إلى رمية جانبية من سيابند عقيل. إبراهيم محمد، روى يوسف، محمد دلاور، ومن مارادونا عالية بالرأس تبعد من جديد. كرة تشتت من اللاعب أحمد عادل وإلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. آخر نصف دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضايع. محمد دلاور على التنفيذ. تلعب الكرة بالرأس مقطوعة. من جديد تعود الكرة إلى علي ياسين. علي وكادت أن تعانق الشباك وإلى ركنية. علي متقدم وكادت الكرة أن تعانق الشباك لكن مرت بسلام وأمان. شوف الكرة من الطب بالأرض والحارس متقدم تكون خطيرة، وبالتالي الكرة إلى ركنية لمصلحة نادي نوروز. عالية الكرة تلعب. هيران، كرة مرت من جديد لمصلحة نوروز. محمد دلاور يلعبها عرضية بالرأس وإلى الخارج. إلى الخارج لمصلحة نادي دهوك. كرة ملعوبة. مارادونا ومحمد دلاور. شوف محمد دلاور ومرت ارتكمت بالقائم وإلى الخارج، وفرصة هدف أول تضيع على فريق نوروز. وبهذه الكرة حكم المباراة عصام فاضل يعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بفوز نادي دهوك على نوروز بهدفين مقابل لا شيء سجلهما بيتر غورغيس بالدقيقتين 32 و55، وفريق دهوك يحقق أول فوز ويخطف 3 نقاط فيما يتعرض نوروز للخسارة الرابعة على التوالي. حظ أوفر لنوروز ومبارك لدهوك. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.